والله يا فركوش، شايف لك انه ما في شيء نحكي فيه اليوم، فلذلك تعال نشوف الاخبار، والحلقة الجاية بنحكي شو صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. كالعادة انقسم الشعب السوري إلى قسمين، إلى فريقين فيما يخص زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الكرملين في روسيا. قال أحد الفريقين أننا لن ننسى أن روسيا قصفتنا، وقال الفريق الآخر أحمدنا يعرف مصلحتنا. وإلى الخبر الآخر الأكثر أهمية، يعلن مسلسل يوميات فركوش وطبوش عن حاجته لكاتب حوار. وإلى هنا ينتهي موجز لأهم الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أنا فركوش. مرحبا، وأنا طبوش.